اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. معكم ولا ودي قناه كيكات وحلويات. النهارده هنعمل عرض من العروض اللي بنزلها الجديده، ان شاء الله يعجبكم كده بطريقه سهله وبسيطه. هقول لكم على شويه تريكات ازاي تطلعوا الجيلو بيلمع كده، و يعني شويه حاجات ان شاء الله هتفيدكم. هنسمي الله كده ونخش على الطريقه على طول باذن الله. وهقول لكم الصاج ده خد مني اسبونج قد ايه بالظبط، لان هو بياخد اكتر من العرض اللي احنا كنا بنعمله ب 200. علشان كده انا غيرت في سعره، وهقول لكم برضو سعره الجديد بكام. ولو انت عايزه تعملي منه اللي هو الجاتوه المربع او السيرسرول، المقاس بالظبط هيبقى قد ايه. اول حاجه طبعا معايا 3 بيضات، وطبعا لازم يكون حجم البيض كبير، واحط عليهم معلقه من المحسن، وهحط عليهم نص كوبايه من السكر. المحسن بشتغل بيه كواليتي. ونص كوبايه 100 جرام، واحط على رشه الفانيليا او معلقه صغيره من الخل، وهضربهم على سرعه لحد ما القوام يرتفع معايا. هجهز الدقيق بتاعي اللي هو 250 جرام من الدقيق، عليهم 10 جرام من البيكنج باودر، وكوباية المية المتلجة. وزن الدقيق بالكوبايات هيبقى 2 مج. كنت الأول بعمل الدقيق 290. حد كلمني وقال لي انت ليه قللتي كمية الدقيق؟ بس هو انا لما كنت بعمل كمية الدقيق 290 كان بيطلع الاسبونج نفس الارتفاع، بس بيبقى محمل يعني. تحس ان هو مش هش بزيادة. هو بيبقى هش بس مش بيبقى حلو، تقدر تحركي فيه براحتك. طبعا قللت كمية شوية، لان في ناس بتقولك ان المقدار ده مش بيظبط معاها قوي. فبيطلع بس مش نفس السمك، او مش نفس الارتفاع. بيبقى اقل شويه، والصاج مش بيبقى محمل قوي. حتى هتاخدوا بالكم كده واحنا بنقطعه. طبعا انا سويته على درجه حراره 200. خدت اول حاجه 8 سنتي و8 سنتي، يعني 16 سنتي كده خدتهم من الصاج. فطبعا الاسبونج كده مش هيكفي معايا يطلع لي تورتايه مقاس 20. فانا خدت كمان حوالي اقل من نص الصاج، يعني حوالي 16 سنتي كمان. يعني المفروض ان العرض ده يطلع من صاج وربع، او ازيد من ربع، حاجات بسيطه يعني. مش بيطلع من صاج زي العرض اللي هو كنا بنعمله ب 200. طبعا انا حطيت اول طبقه كده. وطبعا انا برضو يعني باخد برضو بواقي الكيك، مش بسيبها. يعني الطبقه اللي في النص بتبقى برضو من البواقي، والطبقه الاولى والتانية بتبقى سليمه. طبعا على حسب ما انت بتشتغلي، لو انت بتعملي في صواني او يعني بتعملي زي في صاج. بعد كده خدت طبعا اللي هي دي الشريحه دي 8 سم بالظبط. هبتدي احط كده كريمه، واحط الطبقه اللي بعدها على طول. وطبعا انت ممكن تبقى تعمليها زي الجاتوه العادي، اللي هو مش بيبقى من بره محطوط له كريمه يعني من الجناب. بس ده بيديله شكل. وكمان لما انت بتجلسي كده من الجناب، كده كده انت اصلا بيبقى عندك الكريمه طالعه كده من الجناب، وانا بزودها شويه علشان تغطي لي كل المساحه اللي بره دي. بتدي حيز، يعني بتاخد مكان كده الكريمه، فبتدي مقاس، بتحسي ان هو المقاس اكبر شويه. وكمان في الشكل كمان بتبقى حلوه جدا. بص اهو، انت طبعا حابه تكبري عن كده، بس يعني هو متهيألي العرض كده هيبقى مناسب جدا. وهدخله بقى التلاجة، هظبطه كده، وهبتدي اجلسه التجليس العادي كأننا بنعمل تورته. وممكن تعملي في المرحلة دي، لو انت مش حابة العرض ده، ممكن تكبري شوية المقاس، وتخليها تورته. يعني تخليهم تورته مثلا مربعة وتورته مدوره. بس طبعا اكيد السعر هيختلف. فبس طبعا احنا لما بنيجي نعمل شغل عروض، ما بنحاولش نعلي في سعر العرض قوي، علشان يبقى سهل ان ايه ان يتباع، ويعني يبقى سعره مغري. فطبعا انت اي مقاس هتحطيه هياخد كريمه اكتر، فهتضطري تعلي في السعر شويه. انا كنت عامله تورتايه كده شوكولاته، فاخدت نصها ومع النص دي، ولان كانت مطلوبه مني نص ونص. وبعد كده العرض اللي فضل، يعني كان مطلوب مني تورتيه نص ونص، فعملت العرض ده وخدت النص التاني اللي انا عملت بيه العرض، اللي هو التورتيه بتاعت الفراولة دي. فكنت هعملها فانيليا، وبعد كده قلت خلاص طالما كده انا مطلوب مني عرض نص ونص، هيفيد مني للعرض ده، فخليها نص ونص، والجاتو بتاعها يبقى فانيليا. ودايما لما نكون نعمل عروض او بوكسات، خليها دايما يبقى فيها كل حاجه، يعني يبقى فيها الفانيليا وفيها الشوكولاته، بحيث ان برضو اللي يطلب العرض يبقى لو بيحب حاجه معينه، ما يقولش لا خلاص انا يعني طلبي مش موجود. ويكون المقاس مناسب.
هقول لكم بقى على تركايه كده. حد قال لي عليها بالنسبه لو احنا مش هنعمل دريبات من بره. يعني لو انا مش هشتغل التورتايه بتاعتي فيها دريبات وهيبقى فيها صوصات ولا حاجه. بصوا، يبقى في حرف كده للتورتايه. يعني احنا بنشتغل كده نحاول نعمل لها حرف كده من الجناب، بحيث ان احنا لو في يعني خلاص جلسنا كل حاجه. شايفين البوزه اللي انا بطلعها كده للتورتايه من الحرف اللي هو، بصوا اهي، حرف كده زياده بيبقى بارز لفوق اهو اللي انتوا شايفينه ده. ده المفروض ان احنا بيتعمل لما يكون التورتايه ما فيهاش دربات، بحيث ان اي جناش او اي حاجه ما ينزلش مني على حرف التورتايه ويبهدلها. انا واحده صاحبتي قالت لي الكلام ده، بس انا مش عارفه، بعد ما عملتها كده رجعت رحت شايلاه وقلت لا لا، انا كده كده اصلا الفراوله بتاعتي يعني هنزل كل الجيلو اللي عليها بحيث ان هي ما تنزلش. المهم يعني هوريكم برضو على حاجه المفروض كنت اعملها. بصوا، بنجيب السكرابر كده ونبله يعني حاجه بسيطه، ميه مش كتير، علشان الكريمه برضو تمسك فيه. بصوا يعني انا لما ببله قوي الكريمه ما بتمسكش. بصوا اهو، وبروح قلبه كده الروزيتا اهي، واحده واحده كده بالراحه، وهتلاقيها ظبطت معاكي. تروح قلبه الروزيتا بالراحه تلاقيها نازله معاكي بكل سهوله اهو. بصوا أهو، حط واحده جنب واحده. طبعا دخلتها طبعا التلاجة تشد شويه، وهوريكم على شويه حاجات برضو كده، اقول لكم على شويه حاجات ان شاء الله هتفيدكم جدا وانتوا بتشتغلوا. بصوا الروزيتا بتنزل معايا بكل سهوله. بس طبعا اهم حاجه السكرابر ما يكونش مبلول قوي، لان لما ببله قوي بحس ان الروزيتا ما بتلزقش فيه، فبتضطر تطلع تاني في الكيس او تمط كده، فايه يبقى شكلها مش حلو. بس اول ما بلاقيه اتبل قوي بروح ماسحه الميه وابتدي اشتغل تاني أهي، زي ما انتم شايفين كده. طبعا هنظبط كل المقاسات، ونحاول طبعا نخليها كلها مقاس واحد، وشكلها كده ايه مهندم، وما بتبقاش طالعه لبره قوي ولا داخله لجوه قوي، يعني يبقى لها حرف بسيط. طبعا دي وقعت كده مني هشيلها عادي وايه، وهبتدي اعمل غيرها بكل سهوله. العرض ده جميل، واول ما نزلته عندي فوري اتحجز على طول. برضو الحاجات اللي بتبقى فيها فاكهه بتبقى مميزه كده. وعلى فكره مش مكلف، يعني انا كل اللي حطيته عليه اقل من ربع كيلو والله فراوله. بس طبعا ايه يعني حاولت انقي الفراوله كده كلها تكون مقاس واحد، بس يعني لما لقيت مقاس مش مظبوط بقيت اقصره كده بالسكينه، اقطعها يعني بالسكينه. بصوا أهي كده خلصنا. هقول لكم بقى على حاجه في الجيلو، بس انا مش عارفه ليه ما اتصورتش معاكم، بس هقول لكم انا عملت ايه. ده جيلو فراوله، او مثلا جيلو شفاف، وبنحط عليه نقطه من اللون اللي هو الفوشيا او الاحمر، نقطه بسيطه جدا. وبنحط عليها ايه بقى؟ بنحط عليها شويه من الدست. انتوا شايفين اللمعه بتاعته؟ يعني شايفين كده؟ بصوا بيلمع ازاي. شويه من الدست، بس انا الدست اللي انا حطاه لونه اصلا فوشيا، بس عادي برضو جربت في الاصفر او النحاسي، بس حاجه بسيطه جدا جدا. بصوا بتدي لمعه حلوه جدا جدا. بصوا طبعا انا بجيب الخله كده وبثبت فيها الفراولايه، وببتدي انزلها، وبحرف الشوكه كده ببتدي اطلعها بكل سهوله، بس طبعا بصفيها كويس جدا. انا كنت فاكره بقى ان انا لما اصفيها كده مش هتنزل. شايفين بقى الحروف اللي هي اللي بره دي اللي تحت الروزيتا على طول؟ دي طبعا الفراوله الجيلو بينزل من عليها. لو احنا عملنا الحرف ده اللي انا وريته لكم في البدايه اللي انا شيلته، يستحيل ينزل اي سائل او اي جيلو او اي حاجه على التورتايه من بره فيبوظ لك الشكل العام. يعني فاهميني؟ يعني انا صاحبتي دي اللي انا قلت لكم عليها قالت لي لا، انت لما تيجي تعملي اي تورتايه مش هيبقى عليها دربات من بره، حاولي تعلي الحافه اللي هي ايه اول التورتايه كده، بحيث ان هي لو في اي جيلو اي شوكولاته اي صوص انت حطاه ما ينزلكيش على التورتايه كده فيبوظ الشكل. المهم انا خلصت الفراوله كده، وهبتدي اعمل بقى فراوله بس بايه بالشوكولاته. جبت شوكولاته كده سيحتها وحطيت عليها معلقتين من الزيت، وابتدي انزلها كده. وطبعا برضو بنفس فكره الخله كده، وهي اصلا بتشد بسرعه جدا، وببتدي احط عليها بقى من الايه الشوكولاته البيضه. ولو هعمل بقى العكس يعني شوكولاته بيضه واحط عليها شوكولاته غامقه، يعني زي ما انتوا حابين. بصوا اهو بحاول طبعا الفراوله بحاول على قد ما اقدر ان هي تبقى كلها مقاس واحد، او اظبطها انا بقى بالسكينه كده. حطيت كده اربعه، والواحده اللي هي فاضله دي حطيتها في الابيض، عكست يعني الايه ال- ال- الالوان علشان يبقى عندي كده كل الالوان. بصوا زي ما انتم شايفين كده، وهبتدي اطلعها برضو بالراحه خالص بالشوكه، تطلع معايا بكل سهوله، واثبتها كده على المكان اللي فوق. لو وصلتوا معايا في الفيديو لحد هنا حطوا لايك، ما تنسوش بقى اللايك، لان انا والله يعني
مش من الناس اللي لحوحة في موضوع اللايك ده، بس يعني بيرفع الفيديو فعلا وبيخليه يتشاف. بصوا انا كده ايه، خلاص كده التورتايه. هبتدي بس احط كريسبي كده في الاماكن اللي هي فيها ابيض، يعني باينه من الكريمه. وهوزع برضو كريسبي كده على اول الروزيتا، تدي شكل. طبعا انا حطيت برضو حاجه فيها بينك كده. لو انت طبعا حابه تحطي اي لون تاني هيديلك برضو شكل يظهرها. وخلاص يعني هحزم بقى التورتايه من تحت وخلاص على كده. دي كانت التورتايه بتاعتي، وهبتدي اشتغل بقى في الرول اللي هو بتاع الجاتو. هدخلها بس التلاجة وخلاص كده التورتايه. بصوا شكلها جميل جدا وما كلفتنيش حاجه. بصوا السيليكون ده اللي انا جبته من المشتريات اللي قلت لكم عليها، اللي كنت هنزل لكم والله الفيديو النهارده. بس قلت يعني اوريكم الاول التورتايه دي، وان شاء الله هحاول انزله لكم بكره باذن الله. وكده كده انا اصلا هروح اشتري حاجات تانية وممكن اصور لكم، لان هو قال لي هجيب سيجون وهجيب حاجات تانية كده ايه لرمضان وصواني. الحاجات اللي هي بتاعت الكحك والبسكوت. فانا قلت بالمره عشان اعرف الاسعار وانزله لكم بالمره باذن الله. بصوا انا بقيت احط كده ايه ابيض وغامق، شوكولاته غامقه وشوكولاته بيضه، وبديها دبه كده يعني. بصوا تجزيعات كده بسيطه تدي شكل. او لو حابه تعملي بقى ساده، شوكولاته ساده، على فكره حلوه جدا. ومش يعني انا مش بملى كمان قوي، يعني انا مش بملاها للاخر عشان ما تاخدش برده كميه شوكولاته كتير. وهبتدي كده بالايسنج او بديل الايسنج، اعمل دريبات كده. بصوا اهي لو انتوا شايفين كده. وهبتدي برضو اعمل روزيتات بالقمع البيدي فور اللي هو مقاس 6، هو 6 اف 6. هبقى اصوره لكم برضو. هو اول مقاس يعتبر في المقاسات اللي هي بتاعت قمع البيدي فور او الاكلير. بصوا بالباقي بقى الجيلو اللي فاض معايا هبتدي احطه بقى في المكان الفاضي ده، بحيث برضو ان هو يبقوا ايه ميكس كده بين الشوكولاته والجيلو الفراوله، ويبقى برضو ماشي معايا مع التورتايه بتاعتي. يعني دايما حاولوا تخلوا العروض كلها، يعني لما تبقوا عاملين عرض يبقى داخل كده الالوان شبه بعضها. بص دخلتها التلاجة وطلعتها بكل سهوله زي ما انتم شايفين كده اهي. شكلها حلو جدا. وممكن تعمليها ساده، ممكن تعمليها يعني تدخلي بقى شوكولاته الوان زي ما انتوا حابين. بصوا هبتدي اوزع بقى كده اهي الشوكولاته زي ما انتم شايفين كده. عايزاكم تقولوا لي رايكم برضو في العرض ده والسعر بتاعه. انا طلعته على 250، فسعره كويس ولا لا؟ التورتايه مقاس 20، والرول ده طوله 30 سنتي، والعرض بتاعه يعني يعتبر بعد التجليس 10 سنتي. ف يعني مقاسه كويس، يعتبر زي قطعه الجاتوه. يعني لو طلع معايا مثلا 6 قطع ممكن يطلع 7 مثلا لو قطع صغيره. وطبعا الناس بتبقى حابه ان هي اللي تتحكم في التقطيع. فلما نزلت العرض كده على بعضه او الرول كده على بعضه، بصراحة بقى مطلوب مني جربوه كده. وهستنى رأيكم، وشكرا ليكم، مع السلامة.